السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة فهم الذات. في لحظة معينة ممكن تلاقي نفسك بتسأل سؤال غريب لكنه مهم: أنا بعيش حياتي فعلا ولا بعيش الحياة اللي الناس قالوا لي إنها الصح؟ هل اختياراتي شبه روحي ولا شبه توقعات غيري؟ هل الشغل اللي بجري وراه، العلاقات اللي بحافظ عليها، والطريق اللي ماشي فيه دول فعلا بتوعي، ولا أنا بس بحاول أبقى نسخة مقبولة قدام الناس؟ خلينا نقعد مع بعض كده ونفكك الفكرة دي بهدوء، ونشوف إزاي ممكن بجد نبني حياة تشبهنا من غير أي فلاتر أو تزييف. تعرف سؤال زي أنا بعيش حياتي فعلا بيخبط في حتة عميقة جدا جوانا. بيكشف لنا إننا كتير بنمشي في سيناريو مكتوب جاهز: اتخرج، اشتغل الشغلانة دي، اتجوز في السن ده، هات عربية. بننفذ الخطوات بالحرف صح، بس بنبقى من جوانا حاسين إحساس خفي كده إننا مجرد ممثلين في مسرحية مش بتاعتنا. تحس إن في مخرج ورا الكواليس بيحركنا، وإحنا مجرد كومبارس بننفذ تعليماته. المهم هنا إننا نوقف عجلة الحياة السريعة دي ولو للحظة، ونسأل نفسنا بصراحة: مين المخرج؟ وهنا بناخد خطوة أعمق شوية ونسأل: هل اختياراتي شبه روحي؟ الكلمة دي تقيلة تقيلة بجد. لما بتختار تدرس حاجة أو تمشي في مسار مهني معين أو حتى تحط طموحات لنفسك، هل الحاجات دي بتعبر عنك أنت من جوه، ولا دي مجرد بدلة شيك قوي لبسناها عشان تعجب اللي حوالينا، بس هي في الحقيقة ضيقة ومكتفانا ومش عارفين نتنفس منها؟ الإنسان على فكرة ممكن يحقق نجاحات كبيرة جدا، لكن لو النجاح ده مش متناغم مع روحه، هيفضل دايما حاسس بغربة، غربة وسط إنجازاته هو شخصياً. واللي أنا بحاول يبقى نسخة مقبولة وخلاص. خلينا نكون صرحاء، كتير من التعب والإرهاق اللي بنحس بيه في آخر كل يوم ما بيكونش سببه المجهود البدني خالص، على قد ما بيكون سببه المجهود النفسي الرهيب اللي بنبذله عشان نفضل لابسين القناع، عشان نفضل النسخة اللي بترضي الأهل واللي بتعجب الصحاب واللي بتناسب معايير المجتمع. التمن اللي بندفعه عشان بس نفضل مقبولين غالي جدا، وغالبا بيكون على حساب راحتنا وسلامنا الداخلي. طيب إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه بنقع في فخ توقعات المجتمع ونعيش حياة مش بتاعتنا؟ الحقيقة المزعجة واللي لازم نواجهها إن الإنسان ممكن يقضي سنين طويلة يبني في حياة من بره شكلها ناجح ومبهر، بس من جوه هو حاسس بفراغ رهيب. بيحقق حاجات كتير بس بيفضل حاسس إن في حاجة ناقصة. والسبب مش إنه فشل خالص، السبب إنه بنى حياة تشبه توقعات الناس أكتر ما بتشبهه هو. تخيل معايا كده إن حياتك دي زي جبل الجليد العايم في البحر. الجبل ده مقسوم حتتين: حتة ظاهرة للناس فوق المية، ودي الحياة اللي شكلها حلو من بره، الإنجازات، المسمى الوظيفي، الشكل الاجتماعي، دي الحاجات اللي الناس بتسقف لك عليها. بس في حتة تانية مستخبية تحت المية محدش شايفها غيرك، وهي راحتك من جوه، المعنى الحقيقي اللي بتحسه ورضاك عن نفسك. الكارثة بقى بتحصل إمتى؟ لما بنرمي كل طاقتنا ومجهودنا عشان نلمع الجزء اللي فوق بس ونهمل تماما الجزء اللي تحت. النتيجة بتبقى إيه؟ بيت واجهته حلوة جدا بس من جوه فاضي وضلمة. لو قدرنا نقيس الدوشة اللي جوه دماغنا وإحنا بناخد أي قرار، تفتكر هنلاقي إيه؟ غالبا هنلاقي إن 50% من مساحة تفكيرنا طايرة على سؤال الناس هتقول إيه، و30% رايحين لأهلي هيفكروا إزاي، و15% قلق من نوعية صحابي سبقوني ولا لسه. في النهاية بنسيب مساحة صغيرة جدا، يدوب 5%، للصوت الصغير الحقيقي اللي بيقول أنا بقى عايز إيه. كترة الأصوات اللي حوالينا دي بتكتم صوتنا إحنا وتخلينا نمشي ببوصلة مش بتاعتنا أصلا. وده بيجرنا على طول لواحد من أسوأ الفخاخ، فخ المقارنة. إنك تقيس حياتك بمقاس وتوقيت حد تاني. يعني تفتح السوشيال ميديا مثلا، تلاقي حد ترقى في شغله، فجأة تحس إنك متأخر وفاشل. تلاقي حد اتجوز أو سافر، تحس إن حياتك أنت واقفة مكانها. المقارنة دي حرفياً بتسرق عمرك وبتسرق حياتك، لأنها بتخليك تقيس مسارك على مسار ناس تانية خالص، وبتنسيك حقيقة بسيطة جداً: إن كل إنسان فينا ليه توقيت مختلف، طاقة مختلفة، وطريق ملوش أي علاقة بطريق أي حد تاني. ومن هنا بقى بيجي وهم كبير قوي بنشربه من واحنا صغيرين، وهو إن النجاح ليه نسخة واحدة بس. بندخل في دماغنا إن النجاح ده مقاس واحد بس، لازم كلنا نلبسه إلا نبقى فاشلين. صورة واحدة بشغل معين بدخل معين وبسرعة معينة في الإنجاز، وبنفضل نجري ورا الصورة دي حتى لو بتوصلنا كل يوم. بس خلينا نقسم النجاح كده مع بعض. في نجاح بنسميه النجاح عالي الصوت، ده اللي هو تبني مشروع ضخم، تبقى دايما تحت الأضواء وعندك حرية مطلقة. ده نوع جميل جدا وممتاز لناس معينة. لكن في نوع تاني اسمه النجاح الهادي، إنك تعيش في استقرار، تحافظ على سلامك النفسي، ويبقى عندك وقت لعيلتك وكوباية شاي في هدوء. المشكلة كلها إن المجتمع بيحسسنا إن النجاح الأولاني هو الوحيد اللي يستحق السقفة،
وبنتجاهل إنك تحافظ على هدوءك واستقرارك في عالم مجنون زي اللي احنا فيه. ده في حد ذاته نجاح عظيم جدا. يعني السر كله في إنك تفهم المعادلة دي. في حاجة ممكن تبقى ممتازة جدا لغيرك، بس في نفس الوقت متعبة جدا ومستنزفة ليك أنت. ممكن تشوف شغل بيجيب فلوس كتير قوي، أو أسلوب حياة فيه سفر وحركة طول الوقت، والناس كلها شايفاه واو ومبهر، بس هو في الحقيقة مش مناسب لطبيعتك. النضج الحقيقي هنا إنك تبص على الحاجات دي ببريقها ده كله، ويكون عندك الشجاعة إنك تقول لنفسك بابتسامة: دي حاجة جميلة جدا بس مش بتاعتي. عشان كده الوصول للحياة اللي شبهك بيحتاج مواجهة وصدق مع النفس. رحلة البحث عن الذات دي أحياناً بتبقى مؤلمة شوية، لأنك بتضطر تقعد مع نفسك وتسألها أسئلة صعبة. أنا عايز إيه بجد؟ وإيه اللي بيستنزفني؟ وإيه اللي بعمله عشان أنا عايزه فعلاً؟ وإيه اللي بعمله عشان ألم سقفة ورضا من الناس؟ الصدق هنا ممكن يكشف لك إنك بقالك سنين ماشي في طريق مش طريقك أصلاً. وأول خطوة في الصدق ده إنك تعرف قيمك الأساسية. خلينا نفكر في الكلمات دي: الأمان، الحرية، الإبداع، العيلة، الهدوء، النمو، الاستقرار. إيه أكتر حاجة بتلمسك فيهم؟ لو أنت مش عارف إيه أهم قيمة عندك، هتفضل تختار بناء على ضغط اللحظة أو كلام اللي حواليك. يعني تخيل لو قيمتك الأساسية هي الهدوء، مستحيل تكون سعيد في شغل بيطلب منك تكون في حالة طوارئ 24 ساعة، حتى لو كان العائد بتاعه خيالي. لازم طريقك يخدم قيمك. وجزء كبير من قيمتك وطبيعتك هو طاقتك. إحنا مش زي بعض خالص في الطاقة الاجتماعية والنفسية والجسدية. في شخص طاقته بتعلى في الزحمة والحركة الدائنة، وشخص تاني طاقته بتشحن وهو قاعد في هدوء وعزلة. في إنسان بيزدهر وبيبدع تحت ضغط المغامرة والمخاطرة، وإنسان تاني الضغط ده بيكسره ويخليه مش عارف يفكر وبيحتاج أمان. الحياة اللي بجد شبهك هي الحياة اللي بتحترم طاقتك دي، مش اللي بتعصرك وتكسرك تحت مسمى الطموح. وهنا بنخبط في حيطة الخوف. الخوف من الاختلاف. ساعات كتير بنخاف نعمل الحياة اللي شبهنا عشان خايفين نبان غراب أو بطاء أو مفيش طموح. بس زي ما بنقول دايماً، جزء من صناعة حياة شبهك إنك تتحمل إنك مش هتعجب كل الناس. دي ضريبة لازم تدفعها، لأنك لو عشت عشان ترضي كل الناس اللي حواليك، أنا بضمن لك إنك في النهاية هتخسر شخص واحد بس، هتخسر نفسك. طيب، كل الكلام اللي فات ده حلو قوي، بس إزاي نحوله لواقع؟ إزاي نطبقه؟ الحياة اللي شبهك مش بتيجي بقرارات درامية فجأة كده، لأ، دي بتتبني في التفاصيل اليومية البسيطة والروتين العادي بتاعنا. أول وأهم تفصيلة هي العلاقات. في علاقات بتخلينا نمثل طول الوقت، علاقات بتسحب طاقتنا لأننا قاعدين متوترين، بنوزن كل كلمة وخايفين من الحكم علينا. وفي الناحية التانية في علاقات بتخلينا على طبيعتنا، ناس بتقعد معاهم وانت مطمن، مش محتاج تتجمل ومقبول بكل عيوبك. جزء أساسي من الحياة اللي شبهك إنك تفلتر دوايرك، تقرب من الناس اللي بتطمنك، وتقلل على قد ما تقدر مساحة الناس اللي بتجبرك تبقى النسخة مش منك. التفاصيل التانية هي روتينك اليومي، وبتبدأ بثلاث حاجات. أولاً، طريقة صباحك. هل بتصحى تفتح السوشيال ميديا وتتوتر، ولا بتدي لنفسك مساحة هدوء وكوباية قهوة تروق بيها دماغك؟ ثانياً، أسلوب شغلك. هل أنت حاطط حدود واضحة بين وقت الشغل ووقتك الخاص، ولا الشغل واكل حياتك كلها؟ وثالثاً، وقت راحتك. لما بترتاح بطريقة بتشحنك بجد، ولا بطريقة بتسحب منك طاقة أكتر؟ الحدود الصغيرة دي هي الطوب اللي بتبني بيه الجدار اللي بيحمي هويتك وروحك. وفي النهاية، بعد الدردشة الطويلة دي جوه نفسنا، بيتبقى سؤال عملي جداً: إيه اللي هنغيره في روتين بكرة؟ إحنا مش محتاجين نغير العالم، ومش محتاجين نقلب حياتنا فوق تحت في يوم وليلة. إحنا بس محتاجين نغير عادة واحدة صغيرة، أو نحط حد واحد بسيط، أو نتعلم نقول لأ لحاجة مش شبهنا. الحياة اللي بتشبهنا مش هتنزل علينا من السما، دي حياة إحنا اللي بننحتها بإيدينا كل يوم باختيارات صادقة. فكروا في السؤال ده. شكراً إنكم كنتم معانا في قناة فهم الذات، ويا رب دايماً تعيشوا الحياة اللي بجد بجد شبهكم.